دكتور عاصم، حضرتك من على طول اسكندريه اساسا يا دكتور؟ نعم. اسكندراني حضرتك؟ مين اسكندراني؟ حضرتك انت اسكندراني ولا من القاهره؟ لا انا من القليوبيه. من القليوبيه. ايوه. تمام، منين من القليوبيه يا دكتور؟ من شمال القليوب عند سنديون. سنديون، يعني عشت وتربيت هناك؟ لا انا عايشين في مصر، انما اجدادي من القليوبيه. وارضنا في ارض والدي في القليوبيه. تمام تمام. وسافرت انجلترا من قد ايه يا دكتور؟ حضرتك بقالك قد ايه هناك؟ 43 سنه. ياه. ايوه. ربنا يديك الصحه. مش خد بالك ان مش باختياري، انا سافرت عشان اهرب من تعذيب النظام الدكتاتوري العسكري، النظام العسكري الدكتاتوريه اللي بتاع جمال عبد الناصر. لان انا كنت بعمل خطب في الجامعه. انا بعمل ماجستير في الجامعه هناك. كنت بعمل خطب جامده جدا بعد نكسه، بعد 67 هزيمه سنه 67. وخدوني وخدت حقي في التعذيب، تعذيب جامد يعني. وبعدين مسكت مره ثانيه، ما بطلتش اخطب، وكان لازم اخرج من مصر، لكن انا عمري ما كنت هفكر اخرج من مصر. طب وناوي تيجي قريب بقى يا دكتور؟ ايوه انا عندي دلوقتي، خلصنا الكوره الحمد لله. انا عندي المسابقه العالميه بتاعت الاسكواش. عارف اكبر مسابقه سكواش في العالم اسمها البريتش سكواش. تمام تمام. اتغير اسمها دلوقتي، انا عامل، انا الراعي الكامل ليها، اسمها علام بريتش اوبن. وكابتن جلال ليه دور اكيد. ما هو معانا هنا، حضر الماتش النهارده. كابتن جلال علام طبعا. هيستنى لغايه اما يحضر الماتشات النهائي بتاع الاسكواش، لانه انت عارف ان هو عملاق في تمام، عالمي في الاسكواش من زمان. تمام. اعتقد كان براده عاش فتره هناك برضه، احمد براده. ايوه ما عنديش فكره حقيقه، لكن ان انا الراعي الاول للمسابقه، وتحول اسمها باسم علام